ما قبل مباراة الزمالك والأهلي، وما هو التشكيل الأفضل لنادي الزمالك، وما هي نقاط القوة والضعف عند الأهلي. بعد 120 دقيقة لنادي الزمالك قدام فيوتشر في الكاس، فالزمالك طبعا هيكون مرهق وهيكون عنده إجهاد بدني. نتمنى إن بيصيروا على الأقل يكون عمل استشفاء كويس للاعبين، لأن ماتش الأهلي ماتش مضغوط، ماتش عصبي، ماتش محتاج تركيز من كل اللاعبين. فأكيد 120 دقيقة قدام نادي فيوتشر هيأثر على مستوى الزمالك والأهلي، لأن الأهلي مريح من يوم الأربعاء، إنما الزمالك لعب ماتش في الكاس يوم الجمعة وتم. الماتش ده مش محطوط صدفه، ولا محطوط بالاي ولا محطوط مثلا ده اسمه فساد اصطناعي او فساد اصطناعي مش ذكاء اصطناعي. عشان كده كنا نتمنى ان يتم تاجيل ماتش الكاس، ولكن خلاص الماتش اتلعب، والزمالك عنده ماتش مهم جدا يوم الثلاث قدام الاهلي. ماتش لو ما كسبتش ما خسرش، لو ما كسبتش ما خسرش قدام الاهلي. نتمنى طبعا كل التوفيق للزمالك، وسيرو لازم ينزل مركز، ولازم يكون عامل تشكيل، ولازم يكون دارس كل نقاط القوه والضعف عند الاهلي. وفي لعيبه لازم تكون مركزه زي دونجا، في لعيبه لازم تكون مركزه زي الونش اللي انا هتكلم عنه دلوقتي، في لعيبه زي الجزيري لازم تكون مركزه. هقول لك مصير ناصر منسي، هنتكلم عن التشكيل الافضل للمباراه. الراجل خلاص بعد ما كان لعب بطريقه 4 3-3 رجع تاني، خلاص استقر ان هو يلعب في ماتش الاهلي بطريقه 3-4-3. عواد في حراسه المرمى بعد تالق محمد صبحي في ماتش الكاس. الناس شايفه ان محمد صبحي مستواه او شخصيته ضعيفه، بتخاف في ماتشات الاهلي زي الشناوي كان بيعمل ماتشات كبيره جدا مع الزمالك، ولكن في ماتش الاهلي كان بيخاف. فمحمد صبحي ممكن يكون عمل ماتش كبير جدا قدام فيوتشر، ولكن محمد صبحي تنقصه حته ان هو بينزل خايف في ماتشات الاهلي، فده بيكلف نادي الزمالك كتير. فعشان كده عواد هو حارس نادي الزمالك قدام الاهلي يوم الثلاث. كمان ثلاثه في خط الظهر هيكون صلاح الدين مصدق، حسام عبد المجيد، والونش. الثلاثه دول هيكونوا موجودين. واحد هيقول لي الونش تاني، هقول لك الونش تاني لان الراجل مش هيجازف ويلعب احمد حسام، فكده كده الونش موجود كاليبرو. نتمنى ان شاء الله بس ان هو يكون مركز وما يعملش كوارث، لان الونش بقى مرعب. بقيت بتتفرج على الونش، الاول كنت بتطمن وانت بتتفرج على الونش، النهارده انت بتبقى مرعوب وانت بتشوف الكره مع الونش، بتخاف الونش يعمل باص غلط، بتخاف الونش يخطأ يعمل ضربه جزاء. فربنا يستر في ماتش الاهلي اللي جاي والزمالك يعدي الماتش على خير. نروح لنص الملعب، هيكون في اربعه في نص الملعب. عمر جابر ناحيه اليمين، محمد شحاته ودونجا 2-6، وناحيه الشمال كالعاده محمود بن طايج. قدامهم عبد الله السعيد راس مثلث كده قدام دونجا وشحاته عشان يقفل عمق نص الملعب، لان الخناقه كلها والعركه هتكون في نص الملعب. وكولر نازل مش خايف، كولر نازل عاوز يكسب، وعاوز يكسب بنتيجه كبيره عشان هجوم جمهور الاهلي عليه بعد الماتش اللي فات، وقال له ان هو مدرب جبان وان هو مدرب خواف. فكولر هيلعب بكل الاسلحه الهجوميه من اول الماتش. كمان في الهجوم هيكون زيزو والجزيره، عشان الزمالك هيلعب على التحولات، الزمالك هيلعب على التحولات، فمستحيل ان يكون هتلعب على التحولات وما يكونش عندك مهاجم سريع. فعشان كده ناصر منسي حتى لو الراجل يلحق ماتش الاهلي، لان حتى الان لسه ما تحددش مصيره هل هيلحق ولا لا، لو لحق ممكن يكون بديل في الشوط الثاني. فالجزيره هيلعب لان احنا ما عندناش غير الجزيره حرفيا. حسام اشرف يعني تحسه طري كده لسه، حسام اشرف مش عارف، ما بشوفش له حاجه خطيره التحام بتاع، ولكن الجزيري هو اللي هيلعب هو وزيزو، عشان الجزيري سريع، ممكن في تحول ما تقدر انت تسجل، تاخد ضربه جزاء، تعمل فاول، تشد الفرقه لقدام. دي خطه الزمالك هتكون عباره عن زي ما قلت عواد قدامه ثلاثة، صلاح مصدق، الونش حسام. أربعة في نص الملعب، عمر جابر، شحاتة، دونجا، بن طايج، عبد الله السعيد، زيزو، والجزيري. عبد الله السعيد هيمين ناحية الشمال كجناح تاني مع زيزو في حالة الهجوم. في حالة الدفاع عبد الله السعيد هيرجع لعمق الملعب عشان يقفل الحتة دي اللي هي هيكون فيها إمام عاشور، هيكون فيها بن شرقي لما يضم للعمق، هيكون فيها جردشار، هيكون فيها احمد رضا وهو جاي من ورا هو بيعرف يشوط. فالحته دي مهمه جدا، فالزمالك لازم يقفل نص الملعب كويس، لان الخطوره كلها هتكون من نص الملعب. نقاط الضعف عند الاهلي هي الدفاع، تقدر ان انت تعمل عرضيات، تقدر تسجل من الركنيه، تقدر تسجل من كره ثابته، ديت نقاط الضعف. انما نص الملعب عند الاهلي قوي جدا، ما عندوش يعني الهجوم بتاعه ما فيش اقوى من كده. عنده بن شرقي وعنده امام وعنده جرديشار وعنده وسام وعنده زي الشحات على الدكه وعنده اكتر من بديل. فالاهلي على المستوى الهجومي ما عندهوش ضعف، على مستوى نص الملعب ما عندهوش ضعف. الدفاع هو اللي فيه مشكله عند الاهلي. عنده المدافعين بتنط لتحت، عنده مشكله في العرضيات زي اللي حصلت في الماتش اللي فات. عمر جابر قدر ان هو يعمل عرضيه ارضيه، قدر بن طايج يسجل. فنتمنى ان شاء الله ان الزمالك يكرر الهجمات دي. كمان العرضيات اللي بتتلعب زي العرضيه اللي لعبها او الكره الطوليه اللي لعبها عبد الله السعيد لناصر منسي، وناصر منسي لو كان هدي عليها بس وطلع اشرف داري بره اللعبه كان زمانه اعتزل الكوره. ولكن نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك في الماتش. كولر نازل بكل الاسلحه الهجوميه. تشكيل الاهلي هيكون عباره عن الشناوي خلاص في حراسه المرمى، قدامه اربعه، محمد هاني، اشرف داري، رامي ربيعه، والدبيس. يقال ان كولر هيهاجم بالدبيس لان الدبيس هجوميا اقوى، فيحاول ان هو يستغله ناحيه اليمين مع بن شرقي. في نص الملعب مروان، احمد رضا او اكرم، وقدامهم امام، على الشمال بن شرقي، على اليمين جريديشار، وفي الهجوم وسام ابو علي. فالاهلي نازل عشان يخلص، فلازم تجابه الاهلي
بان انت تلعب دفاع منطقه وان انت تلعب على التحولات. ده بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك اول 20 دقيقه مهمين جدا في الشوط الاول هتمتص فيهم حماس الاهلي زي اللي حصل في الماتش اللي فات. الماتش اللي فات الاهلي كان نازل ضاغط، لو انت خدت بالك كان نازل ضاغط بكل اسلحته، عاوز يسجل هدف. امام شاط واحده في العارضه، عواد قدر ان هو يلمسها كده ويطلعها. ده بالنسبه للماتش. فاول 20 ده مهمه لان الناس نازله ومشحونه ان احنا لازم نكسب الزمالك عشان نستمر في المنافسه، لان في حاله ان الاهلي اتعادل مع الزمالك او خسر من الزمالك فالاهلي كده هيبعد، هيبقى الفرق بينه وبين بيراميدز 6 نقاط، فده هيصعب الدوري على الاهلي. عشان كده الزمالك لازم يكون مركز ان انا ممكن اكسب الاهلي، ممكن اكسب الاهلي وارجع للمنافسه، لان الماتش الثاني للاهلي هيكون قدام بيراميدز، فممكن الاهلي مثلا يتغلب كمان من بيراميدز او يتعادل، فالزمالك يبقى قرب من الاهلي ويبقى عندك منافسه ان انت ممكن تكسب المركز الثاني وتروح دوري ابطال. فدي كل حاجه مميزه، الزمالك لسه في المنافسه. فعشان كده ماتش الاهلي مهم جدا، لازم اللعيبه تعرف كده، لازم بيسيرو يعرف كده. كمان بيسيرو قرر ان هو يستبعد مصطفى شلبي، دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لي. مش هشوف مصطفى شلبي في ماتش القمه، دي حاجه كويسه جدا. انا كجمهور نادي الزمالك. فتوح طبعا هيكون له دور في الشوط الثاني، كمان ناصر ماهر هيكون له دور في الشوط الثاني، وان شاء الله ناصر منسي يلحق عشان يكون له دور في الشوط الثاني، ينزل بقى يسجل هدف الفوز، هدف مثلا التعادل. المهم ان ناصر منسي لازم يكون له دور في الماتش اللي جاي. نتمنى طبعا كل التوفيق لبيسيرو، ونتمنى اللعيبه كلها تكون مركزه، والحملات اللي حصلت على زيزو وبنتايج ما تاثرش عليهم، وان شاء الله زيزو يعمل ماتش كبير جدا. الجزيري ممكن يلطش واحده، ممكن مثلا المدافعين بتوعك يخطفوا واحده، سواء الونش سواء حسام عبد المجيد، لان الماتش اللي فات ضيعنا فرص كتيره جدا قدام الاهلي، كنا ممكن نكسب وممكن نخطف الاهلي، رغم ان الاهلي عنده طوفان وعنده لعيبه مميزه وعنده صفقات بمليار، ولكن الزمالك جمهور الزمالك هيكون موجود، هيعمل ملحمه كبيره جدا. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق وكل الدعم من نادي الزمالك، والزمالك يفرحنا وننزل رجاله، لان الماتش اللي فات كل الناس كانت بتقول لك الزمالك هيتغلب سكور والزمالك، وكل الناس كانت مسويه الدنيا. فعشان كده ان شاء الله نتمنى من لعيبتنا ان هي ما تستسهلش الماتش، لان انت لو استسهلت الماتش هتتغلب. فعشان كده اللعيبه لازم تنزل مركزه. اتمنى ان يعني يكون في معسكر مغلق، الكلام ان في معسكر مغلق قبل الماتش يعني ب 24 ساعه يكون في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره. نتمنى اللعيبه تكون مركزه، نتمنى الفرص اللي تجينا نسجلها، لان احنا لو ضيعنا قدام الاهلي هنستقبل وفرص الاهلي هتكون كبيره، لان الاهلي عنده لعيبه مميزه يا جماعه، زي امام زي بن شرقي. دول يعني اقول لك ايه، للاسف يعني انت كزملكاوي تبقى قاعد زعلان وانت بتشوف لعيبتك بتلعب في الاهلي. يعني النهارده امام عاشور ده لو عندي، بن شرقي ده نفسه لو موجود عندي، كان عندي قوه تلعب الاهلي، انما انا ما عنديش، او الاهلي بيلعبني بلاعيبتي، الاهلي بيلعبني بلاعيبتي وبيجري ورا بن طايج وبيجري ورا زيزو. فالموضوع صعب جدا، انت لو ما عندكش مجلس اداره وقف للناس دي فانت هتزعل جامد. فنتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا خلال الفتره اللي جايه ويعدي الماتش ده على خير، لان الماتش ده مهم جدا. مهم جدا ان انت بتكسب او تتعادل مع الاهلي، مهم جدا ان انت بتخسرش، ما كسبتش ما خسرش. دي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، ان انت تقابل فرقه فيها كل المصاريف دي ومتوفر لها لبن العصفور، وعندها استقرار، وعندها مدير فني بقاله 3 سنين، وعندها صفقات زي بن شرقي، وعندها صفقات زي امام، تكسبها او تتعادل معاها، يبقى دي حاجه كويسه جدا بالنسبه للمستوى المزري اللي انت عندك لعيبه منتهيه الصلاحيه زي الجزيري، زي دونجا، زي الونش اللي مرعب في الدفاع حاليا، زي شلبي. فانت عندك ازمات كتيره جدا، عندك سكوادك ناقص، ما عندكش بدلاء اقوياء، ما عندكش حتى اللاعب اللي يصنع الفارق. تيجي تبص كده على الدكه ما فيش، تيجي تبص في الملعب الناقصين، ال 11 في الملعب الناقصين. اللي عندك مهاجم مثلا حاطط امال عليه غير ناصر منسي، اللي عندك مثلا جناح ناحيه الشمال زي الناس، اللي عندك نص ملعب 6 يقدر يقطع كوره. نتمنى دونجا ان هو يكون في يومه ويركز في الماتش ده، الماتش ده مهم جدا لنادي الزمالك، ونتمنى ان بيسيرو يعني يحط التشكيل الافضل للمباراه وما يخرجش او ما يالفش في التشكيل، او يحط مثلا تشكيل يضعف الدفاع او ايا كان. ولكن نتمنى ربنا يبعد عننا الاصابات، ربنا يبعد عننا الطرود المفاجئه، لان يقال ان في حكم مصري جاي، وده بالنسبه لي هتكون كارثه، لان الحكام المصريين بينزلوا متعاطفين جدا مع الاهلي. ونتمنى طبعا كل التوفيق للزمالك، والزمالك يقدر يكسب الماتش، يعمل ماتش كبير جدا ويفرحنا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير، سلام.